اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا صباح الهنا والسعاده، صباح السكر الزياده، صباحكم زي اللبن الحليب. ربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب ويخليكم ليا، اللهم امين. بحبكم في الله اغلى متابعين. وبشكر كل واحد كتب لي تعليق حلو وكلمه حلوه، كلامكم على دماغي من فوق ووجودكم شرف ليا. واللي لسه بيشوف قناه لاول مره ينزل تحت يعمل اشتراك في القناه، علشان قناة تكبر بيكم ومش تكبر الا بيكم انتم. ربنا يخليكم لي. النهارده بقى روتين بقى النشاط كده من الفجر. صحيت من النوم كده، اتوضيت وصليت الفجر، وخدت بقى نزلت الزريبة، لميت الجلة من تحت الجاموسة علشان اطلع بقى الزقها على السطح. روتين كده تشجيع كده ضد الكسل. ونزلت بقى الارض، جبت حتة قلقاسة كده، هعمل صينية قلقاس بالفراخ للغدا وشوية كده رز بالشعرية. كملوا الفيديو معايا للاخر وما تنسوش تحطوا اللايك. وادعوا بقى معايا كده ان ربنا يرحمنا كده من الغلاء وارتفاع الاسعار اللي بقت حاجه بصراحه مش عارفه الناس هتروح فين بعد كده. يعني كل حاجه بقت غاليه، مفيش حاجه رخيصه، كل السلع غاليه وكل الفاكهه غاليه والخضار غالي وكل حاجه بصراحه بقت غاليه. يعني عايزه اقول لكم الفرخه اللي انا هعملها النهارده ديت، الفرخه يعني 2 كيلو الا ربع او حاجات بسيطه لخمس افراد. يعني يا دوبك انها تتقسم كده، اقسمها على خمس قطع كده واعملها. عايزه اقول لكم ان انا شارياها ب200 الا 20 180 جنيه. على ما جبت كمان كيلو رز وطماطم، مثلا كيلو طماطم او كده. يعني كل حاجه بقت تكلف دلوقتي، يعني الواحده عشان تطبخ دلوقتي عايزه لها 300 جنيه. ده عشان بس تجيب فرخة اللي هي المفروض. فبصراحة ربنا يرحمنا من كل حاجة، ربنا يرحمنا من الغلاء. ادعوا معايا يا حبايبي، ربنا يرحمنا برحمته يا رب. ربنا بس اللي في ايده يملك الرحمة، اما رحمناش يا يا رب. انت ارحم الراحمين، يا رب انت قادر على كل شيء. انا عمري في حياتي ما سمعت عن الاسعار دي. فاني ايام الجنيه وفاني ايام ما كنا بنروح زمان، ايام زمان كده، وانا فاكره وانا عيله صغيره كنا بنروح نشتري الفرخه البيضه ديت. والله كنت عايزه اقول لكم انها كانت بتبقى ب3 جنيه 4 جنيه. يوم ما نقول احنا اشترينا فرخه، يعني الجنيه كان له قيمه وكان له لازمه. افتكر كمان لما كانت اللهم كيلو الرز. اللهم صل على النبي، كيلو الرز كان بجنيه. فمش عارفة بصراحة، انا ما حضرتوش اقل من اكتر من جنيه. يعني اقل من جنيه ما حضرتوش، بس انا كنت بسمع حاجات تانية. طبعا بقى كانوا بيطبخوا بقى ايام زمان كده وانا عيله صغيره، كانوا بيطبخوا في المواسم. على موسم رجب يبقى خبيز وطبيخ، عشان ايه يا جماعه؟ عشان الموسم جاي. كمان كنا الاعياد، الحاجات دي كلها. انما بقيت الايام كانوا بيقضوها، وكان في صحه وكان في بركه وكان في كل حاجه. ايام زمان كانت ايام، يعني كان زمن الخير والبركه وكل حاجه كويسه. دلوقتي بقى في برضو في كل حاجة موجودة، بس كل حاجة غالية مش عارفين نجيبها. فمش عارفة بصراحة، مش عارفة ان الواحد يمشي ازاي ولا يعمل ايه. وبنقول انا الحمد عملتها لله على اهوت اللي احنا وعملتها فيه. قراصة اهوت وحطيتها، جم معايا 6 7 اقراص. دلوقتي بقى معايا فرخة اهو زي ما انتوا شايفين. غسلتها كده ونقعتها كويس بالملح والليمون، وشطفتها كده، غسلتها كمان مرة اهو. بقت جميلة وزي البفتة زي ما بقولك كده. والله جايبة الفرخة ديت ب180 جنيه. بكرة بقى يمكن على آخر الأسبوع منعرفش نشتريها، يمكن تكون ال180 جنيه ديت تكون وصلت 200 وشوية على ارتفاع الأسعار ده. عملت لها تتبيلة في الخلاط، بس أنا مزودة لها الطماطم شوية علشان هحط التتبيلة دي شوية منها على القلقاس. بصلاية وتلات طماطمات وليمون وخل وشوية معلقة من الزيت، وكمان حطيت لها شوية من السبع بهارات وفلفل اسود وملح وشوية كده من الشطة وورقة عودين كده من الروزماري ضربتهم معاها. وهبدأ اخد التتبيلة ديت بقى، هتبل بقى الفراخ بتاعتي وهقعدها في التتبيلة. ممكن بقى يفضل لو من قبلها بيوم، بس انا ملحقتش بصراحة اتبلها من قبلها بيوم. فملحقتش، فخلاها بقى. شايفة الرجول اللي انا بوريلكوا ديت ما برميهاش، ما ترميش اي حاجة في الغلا ده. الدماغ نضفيه واعمليه. الرجول برضو ما ترميهاش، انا باكلها مفيش مشكلة. انا عندي ما حدش بياكلها، بس انا اللي باكلها، برميش اي حاجة بصراحة. هسيبها بقى دلوقتي في التتبيل. قعدت معايا حوالي في التلاجة 5 ساعات على رف التلاجة. طبعا بقى في الوقت ده انا كنت جبت القلقاس. قشرته بقى ومسكته كده، خرطته وظبطته. نزلت الغيط جبته حتة قلقاسة كده، حوالي مثلا يجيلها كده يجي كيلو. القلقاس هحطه تحت هفرشه تحت الفراخ بدل البطاطس.
بس اهم حاجه ان انا باخده تحت الحنفيه كده، بغسله كام مره كده لحد ما ميه القلقاس تبقى نضيفه خالص كده وبيضه ورايقه زي ميه الحنفيه بالظبط. القلقاس الفلاح الجميل بتاعنا اهو. واحسن قلقاس تخزنيه في شهر واحد اللي احنا فيه. الوقت اللي احنا فيه ده تخزني فيه بسله سبانخ قلقاس جزر بنجر كل حاجه. دلوقتي الخضروات كلها تتخزن في الشهر ده. الفاصوليا برضو الخضراء كل حاجه. وكمان القلقاس احلى طعم للقلقاس تاكليه طعمه وسوى شهر واحد اللي احنا فيه. يعني انت بقى لو ما خزنتيش بقى قلقاس كده، انا عارفه طبعا ان القلقاس غالي برضو دلوقتي، بس خزني لك بقى كيسين 3 كده ينفعوك برضو طول الصيف. فما فيش مشكله خالص. بعد ما غسلته بقى كده وخلصته، هجيب بقى الصينيه بتاعتي علشان اجهز بقى الصينيه. طبعا ولعت الفرن من تحت ومن فوق علشان الفرن بتاع البوتاجاز يسخن معايا. بعد كده بقى جبت الصينيه بتاعتي. تعالوا شوفوا بقى يا حبايبي هنعمل ايه. بصوا بقى يا حبايبي، جبت الصينيه حطيت فيها القلقاس اهوت، ونزلت بشويه من التتبيله بتاعه الفراخ، وحطيت لها رشه كده من الملح حوالي نص معلقه. هقلبه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده هرص الفراخ فوق القلقاس، وبعد كده بقى طبعا هدخلها الفرن. طبعا الفراخ هتنزل المية بتاعتها وهتسوي القلقاس، والقلقاس هيبقى جميل وشارب من التتبيلة بتاعة الفراخ المشوية دي. هنزلها تحت الشبكة أرضية البوتاجاز. بصوا ده شكلها اهوت قبل ما ادخلها الفرن. هدخلها الفرن بقى من تحت على شبكة الأرضية من تحت لمدة نص ساعة، وبعد كده اطلعها على الشبكة من فوق واطفي الشواية لحد ما تاخد اللون الذهبي الجميل. دلوقتي بقى هعمل معاكم الرز. معايا هنا برضو كيلو الا ربع من الرز. خدت ربع كيلو بقى كده هغسل غسلته، وهبدأ احمره كده. هعمل رز بشعرية لحد ما ياخد اللون الذهبي. بعد كده معايا كوباية لحد بقى ما هياخد اللون الذهبي الجميل بتاعنا. معايا كوباية من الشعرية هحطها دلوقتي بقى على الرز، وهبدأ برضو احمر فيها. انا بقول بقى الشعرية بتزود الكمية بتاعة الرز شوية، وبتخلي الرز طعمه جميل وطعمه حلو. بصوا هتاخد معاك كمان تشويحتين تاخد كمان لون تاني، عشان لما ازيد الرز طبعا الشعرية بترجع تفتحها مني. دلوقتي بقى غسلت الرز اللي كان فاضل وصفيته وحطيته كمان على حلة الرز اهو. هقلب كده من تحت لفوق واحطله بقى شوية ملح، وعندي بقى شوربة سخنة علشان ازيد بها الرز. بعد ما سخنته بقى كده وتفلفل كده معايا وسخن كله، زدته بالشوربة. الشوربة بتاعت زيادة الرز تبقى طول عقلة صبعك كده. وبعد كده بقى هوطي عليه بعد ما يغلي. هقلبه تقريبا واوطي عليه خالص. وتعالوا بقى شوفوا بقى شكل صينية القلقاس بالفراخ بعد ما طلعت من الفرن. بصوا بقى اللون الاحمر الجميل بتاعت الفراخ ده جاي منين؟ من الطماطم. بعد كده حاجة جميلة هي وتفتح النفس وأكلة كاملة متكاملة، الرز والقلقاس والفراخ. بعد كده بقى هسخن بس جنبها طبق شوربة كده. ودلوقتي تعالوا نغرف الغدا بتاعنا. ادي الرز وادي الفراخ المشوية والقلقاس بتاعنا الجميل، وبألف هنا وشفا. تعالوا اتفضلوا معانا، ويا رب في ان يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا مني بأي معلومة. وما تنسوش تنزلوا تعملوا اشتراك في القناة. حطوا لايك للفيديو ده، شوفوا الفيديو للآخر واكتبوا لي تعليق حلو جميل كده زيكم. ربنا يفرح قلوبكم، واشوفكم في فيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.